في ظل الرقابة الصارمة من يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي على يعني وسائل الإعلام سواء المحلية أو الدولية العاملة على أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أي مدى بتتضح أو يتضح حجم الخسائر التي تخلفها الضربات الإيرانية على إسرائيل بالنسبة للمواطن الإسرائيلي بالطبع؟ يعني المواطن الإسرائيلي لا يعلم ما هي الخسائر حتى الآن. يمنع على أي إسرائيلي صحفي أو غير صحفي أن يصور المناطق المضروبة أو أن يعلن عنها أو عن مكانها، وهذه رقابة صارمة جدا في الحرب تفرضها إسرائيل على الإسرائيليين كمواطنين وكإعلاميين، وإنما الإعلام الأجنبي محرم تماما في إسرائيل في هذه الحالة إلا ما تقدمه القيادة الإسرائيلية. نعم، هذه العقلية الإسرائيلية، هيك بيفكروا الإسرائيليين. التكتم على الخسائر بأي طريقة وسواء مكانها أو ما هي ومدى قوتها، الآن إسرائيل تغلقها تماما على الصعيد الإسرائيلي والعالمي. هذه القيود أيضا تمارس على وسائل الإعلام العالمية التي تعمل على أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم. لا يسمح لا لسفارة ولا لصحفي أجنبي أن يقدم أي معلومة في هذا الموضوع.